حلقة اليوم زمنية من قاع الخابئة. قصة مطعم يستحق نقولوا عليه اكتشاف مش نورمال بالفم والملاء. ماماتي باش سبيسياليتي ماكلة زمنية أصلية، فكرته مستوحاة من قصة إحياء عائشة بنت الباش من عائلة الباش الأريانية المعروفين من قبل. أنا جيت من ألمانيا عمل فيها مطعم. احنا كانوا عماتي يطيبوا قبل ويضربوا الملسوقة ويحلوا النواصر ويجاوا الحلول الغريبة، نمشيو بالطبقات على روسنا في الليل، نبداو للصباح واحنا نحضروا فك الحلول. هذوما ريدوات امي اللي عمرهم 80 سنه. فكرة المطعم بكل بساطة تاع عائشة قررت تحيي تاريخنا الجميل وتعيشنا تجربة زمنية بامتياز من الديكور المزيان هذا بكل تفاصيله الإبداعية، ومع العلم اللي هذا زهاز دار مامتها الأصلي جابته وخدمته لنا، والماكلة اللي تتخدم لنا بماتريال كاسح غير عادي اللي جابته معاها سبيسيالمون من ألمانيا. وتصوروا قدر الضيافة، عندها عاملة مناشف في عذ البابيه باش تمسحوا فيهم يديكم، وكل نهار تقدم حاجة زمنية معينة. مثال اليوم أنا نلقى كسكسي بالمنياني وطاجين ومقرونة فروي دماغ وفلفل محشي، وصدقوني والله يشهد عليا ربي البن اللي ذقتها لنا مش عادية، والأجواء والتجربة بالرسمي ملقيتش كيفاش نعبر فوق التوب من غادي. وحتى الأسواق مناسبة على الآخر، ب 18 دينار خذيت بلا مقرونة ومعها شوربة وسلطة وتهذيمة بسباس. وتنجموا تدخلوا للباج نتاعهم في انستغرام ولا فيسبوك وين كل يوم يهبطوا شنو يقدموا والأسوام والتفاصيل الكل، ولنا كل شيء دياري هي تخدموا بيديها، معاها امرأة أخرى حرة كيف تبارك الله عليهم، ربي يشد لهم في صحتهم. وفما كريمة الزرير هذه ب 2500 فرنك بنينة برشا. والملخص أنا نضمن لكم إنه كيف تجيوا لنا مستحيل تندموا، تجربوا بنا من عالم آخر حرفيا. مطعم ماماتي باش تلقاوه في وسط ريانا المدينة بحذا السوق البلدي، وهاو كيفاش توصلوا لهم في جوجل ماب. والسلام عليكم يا أحلى ناس.